بشغل اعلانات بيجي لي اوردرات، بوقف الاعلانات ما بيجيليش اوردرات. فبالتالي انت مش عندك مشكله في الماركتنج، انت عندك مشكله في البراندنج. مشكله البراندنج ان احنا رابطينها بالماركتنج. لا، هو البراندنج ببساطه جدا ان العملاء القدام اللي اشتروا منك الفترات اللي فاتت دي كلها ما زالوا بيشتروا منك، ما زالوا لويال، ما زالوا حابين ان هم يشوفوا المنتجات الجديده اللي انت بتقدمها ويشتروها. لكن في الحقيقه انك اول ما بتوقف اعلانات بيحصل ايه؟ بينتهي الاوردرات او بتقف الاوردرات وما عندكش الاورجانيك ولما تنزل لا لازم تزق وتزق وتزق بالاعلانات. فبالتالي مفيش براندنج. فاكبر مشكله اي حد جديد بيعملها في البيزنس ببساطه ان هو فاكر ان الماركتينج هو البراندنج، لكن انت ما ارتبطتش بالعميل. امتى العميل بيروح للمنتج والخدمه اللي انت بتقدمها؟ فببساطه جدا محتاج تركز انك تبني محطه البراندنج. فانت اللون بتاعك واضح، اللوجو بتاعك واضح، البرودكت بتاعتك واضحه. لما توقف اعلانات اوردراتك مكمله ودنيتك مكمله، ولما تزود اعلانات وتشغل اعلانات اوردراتك بتتضاعف وتتضاعف وتتضاعف. فانت ما بتبقاش واقف على القسم اللي بعده اللي هو الماركتنج، انت بتبقى بنيت البراند. فبالتالي العميل بيفكر فيك، واللويال كاستمرز بيفكروا فيك، والعملاء اللي اشتروا منك طول السنه بيفكروا فيك. فبالتالي هم متعودين يشتروا منك، مش مستنين اعلان.